السلام عليكم حبيباتي، معكم أختكم سعاد. جبت لكم وصفة خفيفة وسريعة ولذيذة بمناسبة المولد النبوي الشريف. ربي دخل على أمة محمد بالستر والصحة والعافية، وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفة الروينة. وصفة الروينة، المكون الأساسي هو روينة القمح، يعني قمح مقلي ومرحي. احنا رانا نشرو في هذا الوقت كيما هاك. نضيف له مكونات أخرى مثل الجرجلان، كاوكاو مرحي، لي زيبيس والمعطرات نتاعه، يعني بسباس، حبة حلاوة، قرفة، كروية، لانجبار. مهم انا راني غادي نكتبه لكم في تحت في صندوق الوصف. نخلطوا كل المكونات مع بعض والمعطرات خلطوها مع بعض جيدا. كاوكاو مقلي وملح بطبيعة الحال، والجرجلان شوية قليل من الجرجلان، ما نكتروش الجرجلان. ونخلط الكل جيدا. في هذا الوقت نكونوا مسخنين او نكونوا نسخنوا في سمن ولا زبدة ولا دهان، كل واحد على حساب الرغبة نتاعه. انا ندير شوية سمن مع شوية دهان حر. انا في المنطقة نتاعنا كاين دهان حر الحمد لله، وكل واحد اختياري، كل واحد وش يحب. نجيبوا السمن تاعنا ولا الزبدة نتاعنا تكون سخونة، نضيفو ليها الروينة ونخلطو، نضيفو ونخلطو. كاين اللي يبغيها ناشفة شوية، كاين اللي يبغيها جارية، كل واحد على حسب الرغبة نتاعه. ونخلطو جيدا. من نحسوا روحنا خلطناها مليح وعلى حسب الرغبة نتاعنا، نزيدوا لها شوية عسل باش نحلوها. انا نزيد ليها مغرف عسل، ما نبغيهاش حالية بزاف. كاين اللي يبغيها حلوة يزيد، وكاين اللي يبغيها ناقصة حلاوة، كل واحد والرغبة نتاعه. انا مغرف بزاف. هذا الشكل النهائي نتاع الروينة نتاعنا. تاكلوها بالصحة والهناء. تزيين حسب الرغبة، مكسرات، حلوة الترك، قلشوها شوية. مولد نبوي شريف وكريم على الأمة الإسلامية، وما تنسوناش جام أبوني للصفحة حبيباتي.